في الفيديو اللي فات بقى عرفنا ان الريسيرش هو الاساس، عرفنا ازاي بنعمل الريسيرش وعرفنا ايه الخطوات اللي احنا محتاجين نمشي فيها. طب يا سيدي، بقى معاك الارقام والداتا والمنافسين، هنعمل بقى بيهم ايه؟ الخطوه دي هي خطوه الاستراتيجي والبلاننج، ودي المرحله اللي ببساطه اللي بنحول فيها شويه المعلومات اللي معانا لنتائج واضحه نعرف نقراها. والاستراتيجي دي مش مجرد برزنتيشن بنقدمها، هو نظام كامل، والنظام ده جواه 3 خطوات، وكل خطوه منهم بحر. واول خطوه منهم بنرسم الخريطه اللي هيمشي عليها العميل من اول لاخر خطوه. احنا اللي بنحدد العميل هيمشي ازاي، مش هو. كل اللي انت محتاجه ان 100,000 واحد من العدد الكبير اللي انت اخترتهم هم اللي يشوفوا الاعلانات بتاعتك، عشان من ال 100,000 واحد دول هتعمل اعاده استهداف للي وصل لمرحله معينه او اللي شاف 50% من الفيديوهات بتاعتك، اللي بتوصلنا للمرحله الثالثه اللي احنا بنحط فيها الكونتنت اللي هيحول العميل ده من مجرد ان هو واحد مهتم لواحد بيدفع كاش. وتاني نقطه عندك هي توزيع الميزانيه بتاعتك، يعني مفيش حاجه اسمها صرف عشوائي تماما. وبنقسم البادجت كالاتي: 60% من البادجت بيروح ان انت تفتح اسواق جديده، و30% عشان تفضل على طول متشاف من الكلاينت اللي اوريدي عنده اهتمام، و10% منها تبقى الدايركت سيلز، لان احنا اوريدي بنكون مجهزين السي بي ال بتاعنا ومتارجتينه من قبل حتى ما نبدا الكامبين. وده بيودينا ان احنا محتاجين بقى دلوقتي حالا نبتدي ان احنا نعمل المسج اللي هنوصلها. ومن هنا لازم يكون عندك وتكون عارف ومتاكد ايه اليو اس بيز بتاعتك، وهي اليونيك سيلينج بروبوزيشنز بتاعتك، واللي هي من الاخر اللي العميل يسيب الناس التانيين ويجي لك انت. من الريسيرش بتاعك المفروض تبقى انت عارف ايه الجمله اللي العميل لو قراها شافها او سمعها هيسيب الناس كلها ويجي لك انت. وعشان تضمن ان الرسائل بتاعتك بتوصل لاكبر عدد من الناس واكبر شرايح، لازم يكون ستراكشر المسجز بتاعتك كلها مختلف، يعني مثلا 3 رسائل مختلفين لكل نوع عميل. ولو شفت الفيديو اللي فات هتلاقيني بتكلم عن قاعده الثلاث تلاتات، ودي قاعده مهمه جدا ما ينفعش ان احنا ننساها واحنا في الحته بتاعت الكونتنت كريشن. الاستراتيجي لو قعدت اتكلم عنها في الفيديو ده مش هيخلص، ممكن نقعد لنا ساعه ساعتين بندردش مع بعض في الموضوع ده. بس بكل بساطه الاستراتيجي والبلان هي المخ اللي بيحرك الكامبين، ولو الاستراتيجي بتاعتك مظبوطه ومبنيه على ريسيرش مظبوط يبقى النجاح ما هو الا مجرد وقت. لكن لو هزرت في الريسيرش بالتالي هتطلع الاستراتيجي نص نص، فيبقى حرام عليك الفلوس اللي انت بتصرفها.